جوزي قال لي جاي لنا ضيوف اعملي لنا حاجه حلوه نشربها مع الشاي، ما لقيتش اسرع من البسكويت دوت. مقاديره سهله وبسيطه، صلوا على النبي بقى الاول نقول بسم الله. نزلنا ببيضتين، كيسين فانيليا، كوبايه الا ربع سكر، ضربناهم الاول كويس قوي عشان السكر يدوب كده، ونزلنا عليهم بكوبايه الا ربع زيت وضربناهم تاني في الخلاط كويس قوي قوي. هننزل مقادير الجافه: كوبايتين دقيق، رشه ملح، معلقه صغيره بيكنج باودر، ونص كوبايه نشا. هنخلطهم بقى كويس جدا كده. دي المقادير الجافه زي ما انتم شايفين كده. وهننزل المقدار بتاع اللي احنا ضربناه كويس قوي في الشفشه كده، ما تسيبيش اي حاجه في الشفشه خالص. زي ما انتم شايفين كده بنزل كل في الشفشه، وهقلب كله كويس قوي كده بالشكل دوت. يفضل طبعا بايدينا يبقى احسن بكتير. ما احنا ضربنا في الخلاط بيضتين، كيسين فانيليا، كوبايه الا ربع سكر، ضربناهم كويس قوي في الخلاط، وبعد كده نزلنا عليهم بكوبايه الا ربع زيت، ضربناهم تاني في الخلاط بقى معانا بالشكل ده. نزلنا عليهم المقادير السائله على المقادير الجافه، وببدا بايديا اشتغل كده على طول. عجينة البسكوت طبعا مش بتتعجن خالص، يا دوب بنلم بس المقادير على يعني مع بعض. هنبدأ نقسمها نصين، نص ضفت عليه ربع كوباية دقيق، والنص التاني ضفت عليه معلقتين كبار كاكاو عشان هيبقى معايا نصين بالفانيليا، والنص التاني هيبقى بالشوكولاتة كده، يبقى طعمه حلو قوي. ببدأ ألم بقى زي ما انتم شايفين اهوت اللي هو بالكاكاو، بلم العجينة كويس قوي كده وعجينها بالشكل دوت. يا دوبك مجرد ما بتلم معاكي ما تعجنيش فيها كتير. واللي طبعا بالفانيليا ضفت له ربع كوبايه دقيق، نفس معيار الكوبايه اللي هنشتغل فيها طبعا في كل المقادير. ما ينفعش تجيبي كوبايه صغيره وصغيره وتعايري بيها، كبيره يعني وصغيره تعايري بيها المقادير. هي كوبايه واحده بتعايري بيها المقادير كلها. خلاص لمينا اهو، ضفنا ربع كوبايه دقيق على الفانيليا ولميناها كله بالشكل ده. نقطه زيت، وجبت الصينيه بتاعتي اشتغل فيها على طول، بوزعها كده الفرشه على طول. الفرن طبعا سخن في الوقت دوت على درجه حراره 180. بص بوريكم العجينه طريه وحلوه جدا جدا. بكور كده العجين معايا بالشكل دوت، بيبقى بحجم الليمونه اللي هي الصغيره. عايزاه اكبر بقى يبقى تعمليه بحجم الليمونه الاكبر حسب يعني المقاس ده بتاعك انت. انا بصراحه لقيت الحجم ده حلو جدا جدا. وهنعمل شكل برضو البسكوت اللي هو البسكريم دوت حلو جدا. بعمل كده كور صغيره بالشكل دوت. وهنجيب برضو قطعه من البسكوت بالشوكولاته وهنعمله برضو كور كده. عايزه اقول لكم يعني البسكوت مقاديره سهله وبسيطه وطعمه حلو جدا جدا. ومش هتبطلي تعملي الطريقه ديت، وده بصراحه يعني سريع جدا. هبدا بقى بص بحط واحده شوكولاته وكوره اهي، وكوره بالفانيليا وكوره بالشوكولاته، حوالي 6 كده بجمعهم هم بالشكل ده والفهم كده، بيبقى يديني الشكل الحلو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي اهوت. ده بسكوت بسكريم حلو جدا. وهنبدا نعمل تاني اهو قدامك اهو على طول بالشكل دوت كده، واحده وواحده وواحده وواحده، والف زي كوره كده. وبصوا بصوا شكله حلو جدا جدا. حابين طبعا تشتغلوا بيه تعملوه كله بالفانيليا، هيبقى معيار الدقيق هيبقى كوبايتين ونص دقيق لو هتعملي المقدار كله بالفانيليا. فانا حبيت اقسم المقدار بالشكل دوت عشان اعمل جزء بالشوكولاته وجزء طبعا بالفانيليا. واللي هو البسكريم ده طبعا اللي مختلط طبعا، جزء بالفانيليا وجزء بالشوكولاته، الاتنين مع بعض بيبقى واو يعني تحفه تحفه. هو كله البسكوت بصراحه مقاديره سهله وبسيطه وحلو جدا جدا. هنعمل بقى هنشكل كده بالشكل ده كل الكميه اللي معايا. لو حابه طبعا تديله شكل كده من فوق، اي غطا ازازه من فوق كده بتشتغلي بيها، او معلقه مثلا، او شوكه، او البصامه، حسب طبعا اي حاجه انت عايزاها. حابه دي كده برضو ساده كده من فوق من اي شكل، من غير اي شكل، ايه عادي جدا. انا جبت على طول بقى يعني اسهل حاجه لان كنت مستعجله جدا، جبت الشوكه كده بصمته كده من فوق، وعلى طول دخلته فرن سخن درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. بيقعد حوالي بالظبط 35 دقيقه وبيطلع معاكي مستوي حلو جدا جدا. طبعا ما تستعجليش عليه، البسكوت دوت بيطلع معاكي كده بيبقى ناشف شويه ومقرمش وطعمه حلو قوي. فما تطلعوش وهو طري يعني، غير اي بسكوت. طبعا البسكوت ده خد بالظبط في الفرن 35 دقيقه. ولازم الفرن طبعا يكون سخن مسبقا، وتدخلي في الرف الوسطاني بياخد لون كده من تحت اهو زي ما انتم شايفين. بصوا انا شلته وهو سخن، كان المفروض طبعا اسيبه يبرد شويه. بصوا بقى الجمال حلو جدا جدا، بس كنا مستعجلين طبعا لان جاي لنا ضيوف بقى، فلازم اخلص على طول. انت بقى سيبيه يهدى شويه من الصاجه كده، وابداي حطيه في الطبق التقديم على طول. عايزه اقول لكم مقاديره سهله وبسيطه وطالع حلو جدا جدا. بصوا بقى الجمال، ومشكل اهو حلو قوي. جربي الطريقه ديت، ان شاء الله هتعجبك قوي قوي. واشوفكم بقى في فيديو جديد، وسلام عليكم.
يا سيدي يا سيدي.